حبايبي طلبة تانية ثانوي بكالوريا أهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. التايتل بتاع القصة بتاعتنا اسمه The Lost World. The Lost World يعني العالم المفقود. قصتنا كتبها كاتب وطبيب اسكتلندي اسمه آرثر كونان دايل. آرثر كونان دايل اسم الكاتب مهم بالنسبة لنا. In 1912 في سنة 1912. تعال نشوف أحداث The Lost World. وقبل الأحداث هاعرّفك الcontents المحتويات بتاعتها 10 chapters 10 chapters 10 فصول. تعالَ نبدأ الفصل الأولاني اللي بعنوان A Dream of Adventure يعني حلم المغامرة. واحدة واحدة معايا في الtext كده. A Dream of Adventure حلم المغامرة. My name is Edward Malone. إدوارد مالون هو بيقول لنا my name is يعني اسمي، هو ده الراوي اللي بيحكي لنا القصة. اسمه إدوارد مالون. أول اسم ظهر لي، أول شخصية، خلي بالك من الشخصيات. At the time this story began I was a young reporter on the Daily Gazette in London. هو بيقول لنا أنا اسمي إدوارد مالون وبشتغل في الوقت ده، كنت بشتغل في وقت القصة ده يعني young reporter يعني صحفي صغير. On the Daily Gazette اسم الجريدة Daily Gazette اللي هي الجريدة اليومية in London. I was 23 full of energy and certain that a great life was waiting for me. كله حماس الشباب بقى، فبيقول أنا كان عندي ساعتها 23 سنة ومليان حيوية وطاقة وشايف إن الحياة الجميلة مستنياني، حياة مزدهرة. The problem was that I had no idea how to begin it. المشكلة بس أنا ما كنتش عارف أبدأ منين. There was also Gladys Hungerton. Gladys Hungerton. الله، ده اسم تاني، شخصية تانية اسمها Gladys Hungerton. Gladys Hungerton. I admired her more than anyone I had ever met, and one evening I finally asked her to marry me. الله 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 الله. هو بيقول أنا أعجبت بيها أكتر من أي حد قابلته في حياتي وطلبت إيديها للجواز. She did not laugh at me or become angry. هي لا سخرت مني، يعني ما ضحكتش على كلامي ولا زعلت، يعني تحس كده ولا وافقت ولا رفضت. Instead she looked serious. بدا عليها إن هي جادة and told me that she valued our friendship but did not love me in the way I hoped. هي بتقدر صداقتنا، قالت لي إن هي مقدرة صداقتنا بس هي بتحبني بطريقة مختلفة عن اللي أنا عايزها. عارف لما حد يقولك لا خلينا اخوات، احنا بنحب بعض زي الاخوات، مش دي الطريقة اللي هو عايزها. Is sad. I love a man. بص بقى مواصفات الراجل بقى، فتى أحلامها. I love a man who has done something brave. بحب الراجل اللي بيعمل حاجة كده إيه، شجاعة، فيها شجاعة يعني. Someone who has faced danger. واحد بقى بيقابل أخطار. Traveled into the unknown. بيروح للمجهول. And proved that he can act when it matters. بيعرف يتصرف ازاي، يعني عايزة اقولك كده، عايزة واحد خالص مخلص مقطع بطاقته زي ما احنا بنقولها بالعامية. I tried to joke. حاولت اني اهرج. joke يعني ينكت. So I must discover a new country before you will consider me. على كده كان لازم أكتشف بقى إيه، دولة جديدة قبل أكون مكتشف دولة جديدة قبل أمّا آجي أقابلِك. Not for me. مش عشاني، يعني ما تعملش كده عشاني. هي مش عايزاه يبقى شجاع عشانها. She replied, "If a man is truly brave لو الراجل حقيقي شجاع he does not act just to impress someone else." يعني مش هيعمل كده عشان خاطر حد تاني، هو لازم كده بيبقى بطبيعته شجاع وراجل. He acts because courage is a part of his character. حلوة أوي الحتة دي، جامدة. He acts because courage is a part of his character. يعني
هو بيعمل كده عشان الشجاعة أصلًا جزء من شخصيته، يعني بيعمل كده وهو مش دريان. Her words stayed with me. كلماتها فضلت في دماغي، قاعد بافكّر في اللي هي قالته. I left her house feeling disappointed but also strangely excited. أنا سِبت بيتها وأنا مش طايق نفسي ومُحبَط، لكن برضه متحمّس بطريقة غريبة. London suddenly seemed to safe. لندن فجأة كده بدت كمكان آمن. I wanted a challenge. أنا عايز حاجة بقى فيها إيه، تحدي. Something that would test me and give my life a clear purpose. أنا عايز كده حاجة تحصل لي وتخلّي لحياتي معنى. The next evening I went straight to my editor. روح بقى للمحرر اللي ماسك الجريدة. Mr. McArdle. Mr. McArdle. بيفكرنا بماكدونالدز. McArdle. شخصية كمان ركّز معايا. مين McArdle ده؟ The editor. محرر. He was an experienced newspaper man. راجل بقى كده مخضرم محنك who had seen every kind of young reporter. When I asked him to send me on a dangerous assignment, he pushed his glasses up and stared at me. كل لما اجي اطلب منه اني انا يبعتني كده في حتة فيها اخطار عشان استكشف. he pushed his glasses. بيرفع بقى، عارف لما النضارة تبقى نازلة على مناخيرك كده وبعدين ترفعها لفوق. يس، بيعمل الحركة دي، بيرفع نضارته كده لفوق and stared at me. ويبحلق لي. You want danger? He said most sensible people want to avoid it. هو أنت عايز أخطار؟ ده الناس العاقلة sensible people بتحب تتجنب الأخطار، محدش بيحب الأخطار يعني. I want a real story. Share something difficult. قُل له أنا عايز قصة حقيقية، حاجة كده صعبة. He studied me for a moment. وخلّي بالك من المصطلح ده. He studied me for a moment. هو مش هيقعد يدرسه ولا يذاكره، يعني هو فضل باصص له كده. يعني إيه اللي في دماغك؟ عايز أقول له أنت إيه اللي ب ب بي كإنه فعلًا بيدرسه حتّة، حتّة. Then smiled. بعدين ابتسم. Perhaps I do have a job for you. الله بقى، تعالَ اتعلم بقى جمال اللغة. هيبقى ليك عندي شغلانة، ليك عندي وظيفة. do have مستخدمة do وبعدين الverb have. do اللي هي verb to do وبعدين مصدر الفعل بأكد على الكلام. do have a job for you. أنا عندي شغلانة ليك. Have you heard of Professor George Edward Challenger؟ الله، سقفة كبيرة بقى للشخصية اللي ظهرت دي main character عندي في القصة. اسمه جورج إدوارد تشالنجر. تشالنجر، علم في دماغك. إدوارد تشالنجر. جورج إدوارد تشالنجر. بيقول أنت سمعت عن البروف ده؟ Of course I had. طبعًا. أي حد في عالم الجورنال، في الجريدة، في الصحف، في الأخبار عارفه. Everyone in the newspaper world knew his name. كل واحد في عالم الجرايد، في الجورنال، في الأخبار عارفه. Challenger was a famous zoologist. zoologist يعني إيه؟ يعني باحث في عالم الحيوان. Brilliant but extremely difficult. He had recently returned from South America with an extraordinary story about unknown animal. أمريكا الجنوبية بحاجات غريبة كده غير عادية. و unknown animals حيوانات كده بتتكلم عن حيوانات غير معروفة أو مجهولة. When science questioned him، لما العلماء سألوه he refused to give clear details. رفض إن هو يدي تفاصيل واضحة. When reporters tried to interview him، لما reporters حبوا يعملوا معاه بقى interview، لقاء، he often threw them of his house. عارف بقى، بيرميهم برّه البيت، بيطردهم. ده أسلوبه أكيد وِحِش جدًا. Sometimes literally. هو بيقول لك ده اللي بيحصل.
Do you want me to interview him? أنت عايزني أعمل معاه لقاء؟ أعمل معاه interview؟ If you can get through the front door بيقول له ده أنت الكلام ده لو أنت عديت من البوابة أصلا. MacArthur replied, 2 years ago, Challenger traveled alone through a little known part of South America. بيقول لك الشخصية اللي هي Challenger اللي بترمي الريبورترز بره وبتطردهم وما بتقدرش تعمل معاهم اللقاء ده، سافر لوحده خلال a little known part of South America لمكان كده مش معروف أوي يعني في أمريكا الجنوبية. He came back claiming that something remarkable had happened. ورجع مدعي إن في حاجة جامدة حصلت. He had damaged photographs, strange sketches, and a few pieces. رجع بإيه؟ مع damaged photographs يعني صور كده تالفة و strange sketches وأدوات كده ومعاه few pieces وحاجات متكسرة of evidence كدليل يعني. But he would not reveal the exact place. بس ما عرفش حد ما أذعش عن المكان الحقيقي. Most people think he is either طبعا انطقها either or either. Most people think he is either mistaken or lying. Find out which. يعني الكلام ده في ناس بتقول عليه ان هو مخطئ وفي ناس بتقول عليه بيكذب، مش عارفين له. This was exactly the kind of chance I had been looking for. أيوة هو ده، هي دي الفرصة اللي بدور عليها. واحد زي ده صعب، زي ده صعب الناس توصل له. Yet there was one problem. بس في مشكلة. Challenger hated journalists. Challenger بيكره الصحفيين. If I arrived honestly and said I worked for the Gazette, لو أنا دخلت له كده بأمانة وقلت له أنا راجل journalist, the interview would probably end before it began. اللقاء ده هينتهي قبل ما يبدأ. That night I went to the Savage Club. عمال يظهر لنا أسامي، ركز معايا بالتكرار الدنيا هتبقى زي الفل. Savage Club, Savage Club, where many writers and science met. بيقعد فيه شوية إيه؟ كتاب مع علماء بيتقابلوا فيه. I found my friend Tarp Henry. اسم كمان، شخصية كمان. لقى صاحبه اسمه إيه؟ Tarp Henry. افتكروا بالطرب والكفتة. Tarp Henry, who worked for a scientific journal. بيشتغل في جريدة علمية and asked what he knew about Challenger. وإيه؟ وسألناه عن اللي يعرفه عن Challenger. He is clever. اسمع بقى مواصفات Challenger. احنا قلنا ده main character عندي في القصة. He is clever. ماهر، ذكي. But impossible. يا لهوي توصف حد كده مستحيل. He argues with everyone. يعني بيتخانق مع دبان وشه زي ما بنقول. At a scientific meeting in Vienna كان في كده اجتماع أو مقابلة كده علمية في فيينا. He almost started a battle over a theory of evolution. يعني عمل كده معركة، عمل حوار على نظرية evolution اللي هي التطور. If you want to speak to him, لو عايز تتكلم معاه, do not mention newspapers. اوعى تجيب سيرة الجرايد. That gave me an idea. ده اداني فكرة. I asked Henry to find Challenger's latest scientific paper. أنا طلبت من هنري إنه يشوف لي آخر بحث علمي عمله Challenger. طيب it was full of technical language. ده كان مليان technical language I barely understood. يعني إيه الحتة دي؟ يعني أرى البحث لقى فيه technical language، يعني لغة كده معينة بمجال خاصة بمجال معين. زي ما أنا مدرسة إنجليزي أجي أقرأ مصطلح مش عارفاه، يقولوا لي ده مصطلح هندسي معناه كذا، ده مصطلح طبي معناه كذا.
أنا واحدة بادرس grammar وواحدة بادرس linguistics وهكذا. I barely understood فهمت بصعوبة but I copied one complicated sentence. قمت مطلع جملة كده معقربة complicated معقدة and used it in a letter. وحطيتها كده في خطاب. I pretended to be a young student who admired Challenger's work but had a question about one of his arguments. الله، هيعمل نفسه كده طالب صغير عنده ومعجب بأعماله بس عنده سؤال وعايز يفهمه. مش هجيب سيرة خالص إن هو journalist ولا أي حاجة ولا ليه علاقة بالnewspapers. Henry read the letter and laughed. قرا الخطاب وضحك. هنري بقى بيساعده. You are taking a risk. You are taking a risk. مالون، أنت بتاخد أنت بتجازف بحياتك. He may realize at once that you know nothing about the subject. هيعرف إن أنت ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع، يعني بتخترع قصة عشان تقابله. I only need to get inside his study. After that I will take my chance. أنا بس عايزة أخش له كده وهاخد فرصتي. 2 days later a reply arrived. وصل الرد بعد يومين. The handwriting looked as aggressive as the man. بص الحتة الجامدة دي، والله النص ممتع. الكتابة اللي تشالنجر بعت له بيها الرد aggressive زي صاحبها، ممكن تبقى كتابة منعكشة منظرها مش حلو. as the man himself. Challenger wrote that my question showed poor understanding. قال إن السؤال بتاعي بيبين فهم عايزة أقول لك فهم إيه؟ فهم فقير، يعني أنت عيل ما بتفهمش. poor understanding. But he was willing to explain the matter in person. بس طلع راجل كويس والله. هو عايز يشرح لي الكلام ده in person. عارف يعني إيه in person؟ يعني personally شخصيا. هو شخصيا عايز يشرح لي. الله. He gave me an appointment. ميعاد، اداله موعد for 11 o'clock on Wednesday morning. I should have been nervous. الله، افتكر بقى يا عم حاجات السنة اللي فاتت. should have will be حاجة كانت المفروض تحصل بس ما حصلتش. instead كنت المفروض أبقى متوتر. instead I felt as if my real life had finally begun. ده أنا حسيت إن حياتي بدأت. On Wednesday, I traveled to the Professor Challenger's large house in Kensington. اسم مكان تاني اللي فيه المكان أو البيت بتاع مين؟ Challenger. A quiet servant named Austin opened the door. ده اسم الخادم، خادم كده إيه شكله هادي. Opened the door before he could take me to the study. خدوا بقى المكان اللي بيقعد فيه يقرا الكتب بتاعته ويشوف يعمل أبحاثه ويفكر فيه. المكان ده اسمه the study. A small lively woman stopped me in the hall. وصفها إن هي small صغيرة، lively يعني فيها حيوية، واحدة ست صغيرة وفيها حيوية. وقفتني في المدخل في الهال في الصالة. You have come to see my husband. أنت جاي تشوف جوزي. Yes, Mrs. Challenger. قالت له جوزي يبقى أنتِ Mrs. Challenger. She lowered her voice. وطت صوتها. Then I should warn you. أحذرك بقى. جورج اللي هو جوزها اللي هو Challenger is a perfectly impossible. يا ستار يا رب. person. يا خرابي، تقول له ده راجل مستحيل. If he becomes angry، ده لو زعل don't argue too long. ما تتكلمش كتير هتاخد في وشك. A deep voice suddenly roared from behind a closed door. الله. لقوا صوت فجأة
كلمة roar اللي هو زئير، ده خاص بالأسد على فكرة، فلقوا صوت بينعّر من جوّه، في صوت زئير طالع من الإيه، من البيبان المقفولة. Austin opened it. الخادم فتح الباب and I entered وأنا دخلت. Professor Challenger sat behind a wide desk covered with books, maps, fossils and papers. قعد في ديسك كده مغطى بالإيه، بالكتب والخرايط fossils حفريات and papers وجرايد. He was shorter than I expected. بُص بقى يقول لك على الوصف بتاعه. طلع أقصر مما توقع، يعني طلع قصير عن ما كان متوقع، كان فاكره بقى حد جتة كده طويل. but enormously broad. عريض أوي. His black beard بيوصف لك بقى اللحية السودا بتاعته، عنده دقن سودا. spread across his chest. يعني إيه؟ تحس اللحية كده نازلة على صدره. and his sharp gray blue eyes seemed to measure every weakness in me. عارف أمّا حد يبُص لحد وبيقعد يتفحّصه كإنه بيطلّع عيوبه؟ Well, you are the young man who has difficulty understanding plain signs. عايز يقول له أنت بقى اللي مش فاهم وعندك صعوبة في فهم البديهيات بتاعة العلوم. I had entered looking for adventure. I had found it sooner than I expected. أنا كنت أنا دخلت عشان أدوّر على المغامرة، بس لقيتها ظهرت بدري أوي عما أتوقع. آآ كده نكون خلّصنا chapter 1. يا رب أكون قدرت أفيدكم. ركّز كويس أوي في الأحداث، وركّز ما بين السطور، وكمان الشخصيات اللي ظهرت لك والأماكن اللي ظهرت مهمة أوي عندنا. أشوفكم بخير في chapter 2. باي باي.